والتقط من كلام حضرتك ان شعرك بيعيدنا الى المربع الاول اللي هو المربع الذهبي نقدر نقول او الجميل، هو جزئيه الانفعال. احنا في بعض الاحيان بنسمع قصائد او نقرا قصائد كثيره لكن لا ننفعل بيها. رايك في او تعقيبك على كلام الدكتور صلاح سليم؟ هو الشعر يعني مأخوذ من الشعور. إن لم يكن لدى الشاعر شعور ويستطيع أن يشعر بالآخر وبالغير، ويستطيع أن يشعر بالفقراء وبمعاناة الناس، فهو شاعر متحجر. يعني ليس كافيا أن أكون متقنة للغة العربية أو متقنة للعروض أو أن أنا بكتب قصيدة نثر جيدة، ولكن لابد أن يكون لدي شعور. وهو يقصد بهذا أن الشاعر لابد أن يمتلك وده نوع من الموهبة أيضا. ذكرت في أحد المرات أنك يعني من الأساتذة أو من الأجيال التي قرأت لها بشكل كبير جدا، أو الأسماء التي توقفت عندها كثيرا، نازك الملائكة تحديدا وفدوى طوقان. نعم. شاعرتان كبيرتان ومبدعتان ويعني وأضاف إلى عيون الشعر العربي بدون جدال يعني. وبالنسبة للشاعرات المصريات هن يكتبن قصيدة النثر ويكتبن اليومي كما قال الأستاذ الدكتور صلاح سروي، وأنا سمعت بعضهن ولكن لا أعرف يعني مش أنا أكتب قصيدة النثر ولكن غير معنية بحالة جنسية، أو الحالة الجنسية دي حالة فطرية يعيشها كل الكائنات الحية، ولا تستدعي مننا أن نكتب فيها قصائد. الوطن فيه هموم كثيرة جدا لابد أن نتداولها، لكن كان هناك علاقة معالجتها مع الشاعرة الكبيرة الراحلة ملك عبد العزيز وعليا الدعار وأسماء يعني. نعم. أيضا أضفنا إلى القصيدة المصرية. كنا صديقاتي الأستاذة الكبيرة ملك عبد العزيز والأستاذة عليا الدعار، هي من الأسماء الكبيرة في الشعر المصري. نعم طبعا بلا شك. كان ليها بالمناسبة اسم ديوان رائع جدا، أن ألمس قلب الأشياء. أن ألمس قلب الأشياء. يعني فكرة نعم. طب نعود مرة أخرى، وهي كانت زوجة للأستاذ الدكتور الكبير الناقد العظيم محمد منظور، يعني تعلمنا على كتاباته كلها. نعود مرة أخرى إلى الديوان الأول وتجربة الموت بعد المخاض في قصيدة من قصائد هذا الديوان. هو الديوان بيتميز بالدرامية بشكل كبير، لكن تحديدا هذه القصيدة توقف عندها أكثر من ناقد لأنها تعبير جديد في القصيدة العربية. ماذا قصدت بتجربة الموت بعد المخاض؟ هي أيضا تجربة ذاتية تعبر عن معاناة المرأة في لحظة الولادة ولحظة الخلق، وأن اصطفاها الله لإخراج مخلوقاته لإخراج مخلوقاته هي تحتوي البشرية كلها بداخلها كما يخرج الزرع الأخضر من الأرض. اصطفاها الله لإخراج مخلوقاته من داخلها، وهي تعاني معاناة حسية ومعنوية عند هذه اللحظة، لحظة الخلق، وهي اعتراف بقدرة الله على فصل الروح من الروح، وهي أيضا مضفرة فيها يعني أنانية الرجل مش فاكرة مجموعة أبيات أو يعني في مقدمتها بقول: مشنقتي كانت منك مخاضي، والآن أتيت تريد تراضي فأجيبك لا. فآخرها بقول: ها أنا ذا أبحر فوق الجرح الموؤود، وأكابر فوق الآلام، وأضمد قرحي بالبسمات، ويعانق صبري حب الوردات، وبرغم الحرية صمت كرامة نفسي، وأقمت مآتم شمسي، وذبحت بكرة حسي، أخفيت يعني في الآخر بقول: فوق جذوع الأشجار فأحفرها لا، وهكذا. أنا ناسية عملاق في قلبي تماما. أنا آسفة يعني نتكلم عنه، لكن مش هقدر أقول قصايد منه لأني نسيتها ومش معايا الديوان دلوقتي الحقيقة. عن الموسيقى، المتأمل أيضا لتجربة زينب أبو النجا يجد التزام شديد جدا بالموسيقى بالقوافي. حتى حضرتك في إحدى المرات قلت أنا أتقطر بالموسيقى، يعني أتقطر عشقا للموسيقى. الموسيقى عالم صوفي يحتويني. الموسيقى أنامل رجل حنون تنساب على شعر امرأة حسناء. جميل. عنصر أساسي في تكوين قصيدة زينب أبو النجا الموسيقى. نعم،
أنا أحب الموسيقى منذ طفولتي. كان والدي الحقيقة يحضر لي السيمفونية على اسطوانات ويسمعني إياها من أجل أن يخرج مني شاعرة. هو يعني توجس أن ابنته ستكون الخنساء في يوم من الأيام، وقال هذا. كان وأنا طفلة كان كلما تقدم خطيب يعني البنت الوحيدة وفي الريف بتبقى يعني كل الناس عايزين يتجوزوها كده، فكان يهب ثائرا ويقول انا بنتي دي مش هجوزها، لازم تكمل تعليمها. انا بنتي دي هتبقى الخنساء، مش دي هتبقى ساهر القلماوي. فانا ازعم ان انا اخذت هذا الكلام منه وعملت به وطورت قصيدتي، ويعني الحمد لله ربنا منحني القدرة على اني احقق له حلمه. جميل. توقف مع هذا الفاصل أستاذة زينب. مشاهدينا الكرام، ثم نعود مرة أخرى لاستكمال هذا الحوار مع الشاعرة المصرية الأستاذة زينب أبو النجا، وعلاقة النقاد بإبداع زينب أبو النجا، وهل هي في بعض الأحيان بتعاني حالة من الاضطهاد في الساحة الشعرية؟ هل هي مستبعدة عن الحضور في المهرجانات الشعرية أو تمثيل مصر في المهرجانات الشعرية؟ أسئلة كثيرة سوف نطرحها على الشاعرة زينب أبو النجا، لكن بعد الفاصل تابعونا. في ليلة كل العرب ما زال الحوار مستمرا مع الشاعرة الأستاذة زينب أبو النجا، وكنا قبل الفاصل مباشرة يعني طرحنا أو فكرة في بعض الأحيان حضرتك بتشعرين أنك مستبعدة من الساحة الثقافية أو من الدخول فيها بالرغم من حضورك في عالم القصيدة الشعرية من الثمانينات حتى الآن. يعني هو الساحة الأدبية الآن هلامية الشكل والمضمون ومبنية على العلاقات الشخصية والمجاملات، وأنا لا أجيد المجاملات. أنا لي أصدقاء كثير ولكني لا أطلب من أحد أي شيء فينساني الناس. لكن أيام الأستاذ الدكتور سمير سرحان رحمه الله كان لا يعطي الموهبة قدرها، فأحجمت، ولكني لم أحمل أوراقي ولا كتبي وأذهب لأي أحد. وطبعت الثلاث، أنا عندي 10 كتب على الأقل، لم أطبع إلا 3 دواوين طبعهم لي ناشر خاص هو نهضة الشرق. فهو المفروض الناس كلها عارفة أنه في شاعرة في مصر، وبيقال وكتب وقد كتبوا أنها شاعرة مبدعة، ومن الواجب ان هم اللي يرفعوا سماعه التليفون ويقولوا هاتي كتبك في الهيئه العامه اطبعيها في مكتبه الاسره وفي. لكن انا لن اترك الابواب ولن اتنازل عن كرامتي. لكن كانت الجسور يعني ما فيش تواصل مع لجنه الشعر بالمجلس الاعلى للثقافه مثلا، الهيئه العامه للكتاب، ما كانش في جسور للتواصل؟ أنا قرأت شعري في الهيئة العامة للكتاب. قرأت في يوم من الأيام في سرايا الإسكان قصيدة سيمفونية الوجع المقدس، وكان أمامي الأستاذ الشاعر الكبير محمود درويش والشاعر الكبير سميح القاسم، ويعني قابلاني على المسرح بترحاب شديد وشكراني على أن القصيدة مبدعة ولأنها كانت تدافع عن فلسطين، يعني الشعراء العرب يحتفون بشعري. وكنت في مهرجان المربد أقدم أول شاعرة في مصر، وكان أحد الشعراء الكبار المصريين تحدث مع الوزير وقال له كيف تقدمون هذه الشاعرة قبلي وهي أصغر مني سنا؟ فقال له هذه شعراءنا، الوزير يعني هذه شعراءنا قالوا أنها أحسن شاعرة في مصر. وبعدين سألته ليه يا أستاذ بتعمل كده؟ قال لي مين اللي قال لك؟ ما قاليش يعني أنا ما أقصدش، أو أنا أقصد أن أنا أكبر منك سنا، بس سألني مين اللي قال لك؟ فهم الحقيقة يعني الشعراء بيصفوا بعض، وفي حاجات كده يعني في حالة يعني حالة من الفوضى زي ما انت قلت. بس انت ذكرتي وفي ناس لا يبيدون يعني التزاحم. أنا من الذين لا يعني أنا أشعر أنني أكتب قصيدة وبذلت جهد شاق جدا للتطور بقصيدتي ولتقديم ما يفيد الإنسانية، ولكن الحقيقة المؤسسة الثقافية والإعلامية لم تعطي لشعري قدر الجهد والتعب الذي بذلته على مدى عمري الأدبي. إحساس بالظلم يعني. قلت في إحدى المرات إن يعني المبدع، ومش عارف هل الصورة قاتمة بهذا الشكل أم لا، يعني حضرتك ذكرت. أنا قلت ده في حوار فعلا في جريدة سعودية. لدينا ظاهرة النقد الخصوصي، ولكن الشعر المزيف يسقط
حتى لو سبقته مواكب الطبول. الزمن مثل الغربال، الهش يسقط والثقيل يبقى. وهو الناقد الأول الزمن، هو الناقد الأول والناقد الحقيقي الذي يصفي القصائد أو يصفي الإبداعات. لكن هل قدر الشاعر اليوم يعني فيما نرى من... أنا قلت ده في حوار فعلا في جريدة سعودية. لدينا ظاهرة النقد الخصوصي، ولكن الشعر المزيف يسقط حتى لو سبقته مواكب الطبول. الزمن مثل الغربال، الهش يسقط والثقيل يبقى. وهو الناقد الأول الزمن، هو الناقد الأول والناقد الحقيقي الذي يصفي القصائد أو يصفي الإبداعات. لكن هل قدر الشاعر اليوم يعني فيما نرى من تغيرات في المجتمع ليس فقط أن يكتب ويبدع؟ الشاعر يجب أن يروج لشعره، أن يسوق لنفسه، يعني المفهوم السلعة. هو لا يتعامل مع إبداع وكلمات، لكن يجب أن يتعامل كصورة يجب أن تسوق أمام الناس. مفهوم الشعر اختلف. لابد أن يجيد فن البوليتيكا. نعم. سياسة. يعني يكون سياسي جدا وفن العلاقات العامة وفن يعني والفبركة، وأن يعني لازم نكذب شوية، ولازم يعني هي حاجات فعلا يعني ما يعملهاش الإنسان اللي هو معتز بنفسه ومعتز بإبداعه في هذا الزمن. لأنه الشعر، مع أن الشعر ده لابد من الاحتفاء به، لأنه يحمل وجدان الأمة وفكرها بين جوانحه، ومن شأنه أن يعيد تصالح الإنسان مع نفسه ومع مجتمعه، وتصالح المجتمعات مع بعضها. الكلمة في البدء كانت الكلمة. طب فكرة النشر، يعني مشكلة الشاعر دائما أو المبدع حتى في المجتمع إنه هو بيحارب في أكتر من جهة، إن هو بيكتب ويبدع ثم يذهب للناشر وبعد ذلك يذهب بالديوان إلى النقاد، يعني كأن الشاعر عليه أو المبدع أن يقوم بأكثر من دور، أن يتسول طول الوقت صحيح، دون أن يكتب فقط. علاقة الأستاذة زينب أبو النجا بالنشر، يعني ذكرت منذ قليل ان النشر كان على النفقة الخاصة لا، ليس على نفقتي، على نفقة الناشر. الناشر يعني الناشر الخاص. نعم. ولم يكن لك تجارب مع النشر مع الدولة. يعني أنا قلت لحضرتك لم أحمل أوراقي وأذهب إليهم، لأنهم كانوا يستقبلونني استقبالا لا يليق بموهبتي أو بما قدمت من جهد وتعب. وقصيدة كتب عنها النقاد أنها قصيدة مبدعة، وانها قدمت جديدا واضافت الى عيون اللغه الشعر العربي. انا اسفه ان انا بقول كده عن نفسي، ولكن انا بنقل عن كتابه النقاد التي لم تحتفي بها الهيئه العامه للكتاب، ولم تحتفي بها وزاره الثقافه. يعني انا لم اذهب لاحد، يعني لكن اسمي معروف. اظن ان اسمي معروف، اظن ان جميعهم يعرفونني ويجلسون معي في الاماكن العامه ويسمعون شعري في الامسيات وفي الندوات. لم اتوقف ولم ارفض ابدا يعني طلب، يعني دعوه لاي امسيه شعريه ويكون فيها الجميع متواجد. القادم من اعمال ابداعيه وشعريه، يعني هناك كما ذكرت 10 أعمال. نعم. دواوين شعرية ومسرحيات شعرية وشعر عامي، يعني سوف تصدر تباعا في الفترة القادمة. يعني عندك واسطة في مكتبة الأسرة؟ لو عندك واسطة قولي. مكتبة الأسرة كلها بالوسائط. قولي وأنا أروح معاك. لو عندك واسطة وديني. ما فيش واسطة ناقد كبير؟ واسطة مقال كتب عن يعني زينب أبو النجا أو عن تجربة زينب أبو النجا؟ أنا أجرى معي أكثر من 400 حوار أدبي على صفحات كاملة في الصحف العربية وبعض الصحف المصرية العادلة. يعني كلهم كانوا هم اللي بيطلبوا مني ان انا اقدم شغلي، وبيكتبوا عني كويس وبيعرضوه بشكل كويس جدا. ولكن انا مش عارفة اعالج نفسي من الكبرياء يعني.